5 مراحل بنمر بيهم آخر يوم لينا في الدنيا. المرحلة الأولى يومك العادي. تبدأ يومك كالمعتاد وتشرب قهوتك وتروح شغلك وتعمل يوم روتينك العادي وانت ما تعرفش انه ده آخر يوم ليك في حياتك. في اليوم ده بتبدأ الملائكة بالنزول استعداد للحظة الموعودة. والملائكة في اليوم ده نوعين، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. بيحوطوك وبيختلفوا في أمرك لحد ما بيجي ساعة وفاتك وينزل ملك الموت عشان يقبض روحك. المرحلة التانية خروج الروح. في لحظة معينة بينزل ملك الموت ويبدأ يقبض روحك تدريجيا، ابتداء من القدم وبعدين الكعب وبعدين الركبة وصولا للخصر. ساعتها بتحس كأنك بتغرق في غيبوبة وجسمك حرارته بتبرد تدريجيا وأطرافك بتفقد الإحساس بالحياة والقلب بتقف ضرباته. المرحلة التالتة التراقي. الروح بتوصل للترقوة، ودي لحظة الوعي الصعبة لما تحس ان الروح بدأت توصل للترقوة. وهنا بتصف الآية الكريمة اللحظة دي بمنتهى الدقة: كلا إذا بلغت التراقي. وهنا الملائكة بتسأل من راق؟ يعني مين اللي هياخده مننا، ملائكة الرحمة ولا ملائكة العذاب؟ الناس حواليك مش مستوعبين المشهد وفاكرين ان هم ممكن ينقذوك، لكن ربنا سبحانه وتعالى وصف المشهد ده بدقة في قوله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هنا الناس اللي حواليك مش مدركين ان انت بدأت تشوف حاجات هم مش شايفينها. وهنا رغم كل الناس اللي حواليك دي، لكن ربنا هنا بيقول لنا ان الله وملائكته أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. انت هنا بدأت تدرك انك على وشك الموت، لحظة صعبة وصادمة، شعور يفوق كل التجارب، لانك في اللحظة دي بتفهم وتصدق حقيقة الفراق. بعد ما عشت سنين طويلة بتاكل وبتشرب وبتعمل كل حاجة انت عايزها وانت كنت فاكر ان الحقيقة دي بعيدة عنك، لكن دلوقتي انت بتواجه حقيقة النهاية، الموت. وهنا بتتحقق الآية الكريمة في قوله تعالى: وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. المرحلة الرابعة الحلقوم. في المرحلة دي بتبتدي تشوف الملائكة وبتدرك انك بتفارق الحياة وتبتدي تشوف عالم جديد تماما واسع جدا، وعينك بتشوف بامتداد رهيب والناس واقفة حواليك. انت شايف الناس اللي حواليك لكن خلاص انت في عالم تاني، والملائكة خلاص حسمت امرك وعرفت طريقها، والناس حواليك عمالة تسألك وتقولك ايه اللي بيحصلك، رد علينا، مالك، حاسس بايه؟ المرحلة الخامسة النزع. الروح وهي بتنتزع من الجسد. اول نوع المؤمنون، وهنا بتتولى ملائكة الرحمة قبض روحهم وترفعها للسماء وبتحتفل بيك وبتقولك البشرى وبتناديك بأحب أسمائك، وبتشوف من النعيم والسرور اللي بيطمن قلبك ويثبتك. تاني نوع الكافرون والمنافقون، ودول بتتولى ملائكة العذاب نزع أرواحهم وتتلقاها بالشدة والوعيد، وبتقفل في وشها أبواب السماء وتلقى في الأرض لتنال من الويل والعذاب. وربنا سبحانه وتعالى وصف المشهد ده في كتابه الكريم وقال: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا. الغفلة عن الموت خطيرة جدا، لأنها بتخليك تعيش حياتك وتنسى انك ممكن تقابل ربنا في يوم من الايام، لكن الموت هيخطفك في لحظة. الحياة اللي بنعيشها دي هتنتهي في اي لحظة، فلازم نكون مستعدين للقاء ربنا عز وجل. فياريت نعمر قلوبنا بالوعي والطاعة عشان محدش مننا ضامن عمره. اللهم اجعل اخر كلامنا في الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله. فاللهم احسن خاتمتنا، وما تنسوش تعملوا شير للفيديو وتذكروا بيها غيركم وتشاركوني الأجر. السلام عليكم.